عسلامتكم في دبار كويزين فوفا. واليوم الدبارة متاعنا فخذ متاع الدانت، اي فخذ متاع الدانت نجم تشري ترونشيت والا فخذ كامل وتقصو كيف هكاكا وتغسلو مليح مليح بالقارص والملح. هنا جينا حطينا الثوم متاع شطر راس ثوم عليه فلفل مهروش ومعاه فلفل اكحل واللفاح متاعك العادي الملح والتابل وكروية والكركم. وانا حبيت يجيني حار شويه حطيت فلفل حار. انت هنا الاختيار متاعك. واهم حاجه في هذا الكل هي الكليل والزعتر راهو بنت اللفاح. ترقدوا في الفريجيدير كان تحب ليله كامله، انا نزرب ما رقدتوش ليله كامله. والا زاده تحب تعملوا فيها غورت ناتوريل، انا نعمل الدجاج ولا الدان فيها غورت ناتوريل. اما المره هذه باش نعمل لاستوس من غير ياغورت. هني حطيت القله متاعي، وكان ما عندكش يا مدام قله ولا يا مسيو اشري لمرتك قله وخليه لها في الدار ويجي لحم بنين ومفرشك. قصينا كالخضرة متاعنا مليح مليح وغسلناها كالعادة وحطيناها مع اكا الداند اللي فوحناه. ما فوحتش خضرتي راهو هني على خاطر انا اللفاح متاع الداند ديجا مفوح معناه بالفابور متاعو باش يرجع لي على الخضرة وتجي الخضرة الكلها طايبة في اللفاح. هني بعد ما عبيت القلة متاعي غطيتها بالورق الزبدة، ورق الومنيوم تغطيها بالكدا علاش باش هكا الفابور الكل يرجع عليها وتزيد تطيب بالكدا بالكدا. قعد لي شويه متاع خضره وستيك زدت عملتهم في بلاتو وغطيتهم كيف كيف على درجه 220 درجه مده ساعه من زمان. راهو هنا تنجم انت والاختيار متاعك في اللحم. هنا جينا للروز. الروز متاعي انا نغسله مليح ونقليه في الزبده والزيت. الكيلة اللي باش تاخذها انا خذيت كيلتين متاع روز عملت عليهم 3 كيلات متاع ماء واللفاح متاعي فلفل اكحل وحبهان ملح تابل وكرويه وكليل وزعتر واكاهو على خاطر اللفاح الكل وراهو فك اللحم وفك المصلي. الا هنا حضر المصلي متاعنا طيب وما نحكي لكمش على الريحه ما بنا وقداش تشهي وبالحق راهو يشبع عايله بالكدا بالكدا. بالاخص كي تعمل بحذاه سليطه ولا حاجه جاريه تزيد تعمل الكيف بالكدا بالكدا. وهنا كان وصلتوا للفيديو اعملوا لي متابعه وقولوا لي رايكم.